ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ النهارده معانا مشكلة ما بين زوج وزوجة. فهي اللي قالت لي اعرضي مشكلتي لان في اغلبية الستات بيعانوا من المشكلة دي. فقلت اقول لكم يعني اشارككم معايا المشكلة. بتقول ان جوزها من غير اهتمام واضح بيقول لها هاي في ايه؟ شكلك مكشرة من الصبح. راحت هي قالت له مفيش زي كل يوم. راح هو راح قال لها طب ما تريحي شوية بدل الهم اللي انتي شايلاه على الفاضي. راحت هي قالت له أنا فعلا شايلة هم، شايلة البيت ده من سنين، شايلة التعب في قلبي وساكتة. بس يمكن الغلط إني كنت ساكتة قوي، فأنت افتكرت إني مش بتعب. كل حاجة لوحدي، والأولاد والبيت والأكل، حتى مشاعري أنا اتعودت أبلع الزعل وأقول معلش عادي، حصل خير. بس أنا خلاص. هو قال لها ما أنا كمان مش مرتاح من الشغل والضغط والمصاريف. راحت قالت له ما انا ما قلتلكش انك مش تعبان، انا بقولك اسمعني حس بيا ما تبقاش ضدي فوق تعب الدنيا كلها. انا تعبت من الوحدة وانت في نفس البيت، بقينا نعيش جنب بعض ومش مع بعض، وده اكتر وجع. هي دي المشكلة اللي جت. الاول بس هقولكوا على العلامات انك قربتي تنفجري ومشاعرك محتاجة تخرج. لو بقيتي بتعيطي لوحدك على حاجات بسيطة، أي كلمة تكسرك أو نظرة تبكيكي حتى لو مش واضحة للناس، لو بقيتي بتحسي إنك مش قادرة تفتحي قلبك لحد، ولا صحابك ولا لأهلك ولا حتى جوزك، بتحسي إنك وحيدة وسط الناس، لو بقيتي تقولي لنفسك أنا مش مهمة، بتحسي إن تعبك مش فارق وإن وجودك بقى روتين مش احتياج، لو بقيتي بتفتحي مواضيع قديمة جوه دماغك كتير، بتحاسبي نفسك إنك سكتي وبتتمني لو رجعتي تحكي تاني، لو حسيتي إنك بتنفجري في أولادك أو جسمك بدأ يتعب بدون سبب، بيجيلك صداع خمول وجع في الجسم، دي إشارات إنك محتاجة تطلعي اللي جواكي. السكوت مش دايما حكمة، في ستات ساكتين لأنهم تعبوا من الشرح، من التبرير، من إنهم بيشتكوا ومفيش رد فعل. وكتير من الرجالة فاكرين إن الست اللي ما بتتكلمش مرتاحة، لكن الحقيقة أحيانا سكوت الست بيكون استسلام، ويوم ما تتكلم بتكون خلاص وصلت للآخر. الراجل محتاج يفتح ودنه لقلبها، مش بس لكلامها، يسمع التعب اللي ما اتقالش. والست كمان محتاجة تفهم إن الكتمان بيقتل العلاقة ببطء، الكلام وقت الزعل أرحم من الصمت وقت الانفجار. إيه الحل؟ الحل إن الزوجة لازم تتكلم بهدوء في الوقت الصح. اختاري وقت الراجل يكون هادي فيه وقوليله بصراحة أنا محتاجة أتكلم معاك، من غير ما تحس إن بلومك، بس نفسي تحس بيا. استخدمي جمل تعبر عنك انتي، مش تتهميه، زي ليه، زي أنا حاسة بالوحدة، بدل ما انتي تقوليله دايما انت مش حاسس بيا. ما تسكتيش على طول، عبري من بدري، كل مرة تبلعي الزعل هتكبر الفجوة ما بينكم. بري على زعلك حتى لو بكلمة بسيطة، زي أنا متضايقة بس مش قادرة أتكلم دلوقتي. اطلبي احتياجك بصراحة، مش لازم يفهم من نفسه، قوليله أنا محتاجة لدعم نفسي، محتاجة أحس إنك شايفني. والزوج لازم يسأل دايما قبل ما تنفجر الأمور، انتي كويسة؟ في حاجة مضايقاكي؟ السؤال ده بسيط بس بيمنع سنين وجع. ما تستخفش بمشاعرها، لو هي زعلت من حاجة تافهة من نظرك خدها على محمل الجد، لأنها ممكن تبقى آخر نقطة فوق تعب السنين دي كلها. خصص وقت للكلام حتى لو مرة في الأسبوع، اقعدوا مع بعض بدون تلفزيون ومن غير موبايل، واسمع منها. لازم تفهم التعب مش بس مادي، الست مش بس عايزة فلوس وأكل، هي محتاجة كلمة حلوة وطبطبة. ما تعتبرش السكوت راحة، اسأل نفسك هي ساكتة ليه. ساعات السكوت معناه إن خلاص بطلت تستنى منك حاجة. هقول لكم على حل مشترك ما بينكم انتوا الاتنين تعملوه. اعملوا جدول للحوار الأسبوعي، يوم في الأسبوع اسمه وقت كلامنا، زي ميعاد مهم أو قعدة هادية بدون هجوم، بس تسمعوا بعض ويبقى في دعم متبادل مش نقد دائم. لما الطرف التاني يفتح قلبه ما ينفعش نرد وأنا كمان، اسمع وبعدين اتكلم. اكتبوا لبعض لو الكلام صعب، ورقة صغيرة أو رسالة واتساب أو حتى فويس نوت فيها مشاعرك بدل الصمت. اخلقوا مساحة للود من جديد، فنجان قهوة الصبح سوا أو رسالة حلوة. الحاجات الصغيرة دي بتدفي القلوب الكبيرة. أحيانا الجرح مش في الموقف، الجرح الحقيقي إنك ما تكلمتيش وقت الوجع،
صوتك مهم، مش لإنك بتعاتبي لكن لإنك بتعيشي وبتحبي وإنتِ تستاهلي تتحبي. ما تسكتيش على اللي بيكسرِك، لإن اللي سايبِك تسكتي عمره ما هيعرف وجعِك إلا لما تنفجري.